السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. والزعيلان قال الزعيلان وحكى الزعيلان، انعل ابو الزعيلان لا ابو اللي جاب لنا الزعيلان، كلها تريد تعزف زعيلان. شباب الزعيلان ترى سهل، لا تصعبون الموضوع، تريد تتعلمه ابقى بالفيديو وشوف ايش كذا راح يكون سهل. الزعيلان اول شي تشريقه بيات الله، هاي اول شي. ثاني شي ايقاع ما علينا من عنده، اللي يعجبك ايقاع تختاره انت. كبداية هيك يصير الزعيلان. تابعوا يا خل اعزف لك فشي حتى تعرف انا الجاي اعلم او الجاي انطي درس حتى تعرف. هذا الزعيلان، اكو غيره؟ هذا الزعيلان. وبيه هواي مقطوعات وبيه هواي شغلات كلها راح اقول لكم اياها. كبداية قلنا هاي التشريقة تجي، شوف الزعيلان هو بيه لغز، انت راح تجي تعزف مثل ما اعلمك. اقول لك الزعيلان هيجي، انت راح تعزف كذلك بس ما راح يطلع عندك نفس اللي عندي. تقول شنو السبب؟ ليش؟ بس انا اقول لك السبب واقول لك وين العلة والخلل. هسه من جينا نعزف، انت جاي تدوس على هذا حرف المي بس ما جاي تضرب الفاء. يعني انت من تدوس بهاي اضرب الفاء باصبعك الثاني، يعني الراد له تمرين. اي حرف تدوسه، مثلا هذا الحرف اللي بعده انطي نقرات خفيفة، يعني هيك. من راح تجي تعزف ايش راح تسوي؟ شوف الحرف الفاء اللي ورا جاي اضربه نقرات، فاني راح اعلمك المختصر وانت النقرات بعد تبقى يمك انت وخفة ايدك. هذا الحرف نبقى دايسينه، هاي الزعيلان سهل. هي هواي خطوات تقدر تسويها بالزعيلان انت، يعني مو خطوة بس وحدة، يعني هي تقطيعات هواي شغلات. هسه اكو زعيلان، هذا هم زعيلان باو عليه، هذا زعيلان صاعد. هو هواي زعيلان، يعني راح اسوي لكم اياها خطوة خطوة. احاول في الدرسين 3 اشرح لكم عليه زعيلان كامل، يعني الميمر هم يعتبر زعيلان وغيره كله. هسه هاي ورا ما تخلص هالخطوة تجي تسوي هاي، تبقى ضاغطها شوية. هي اساسها هيك باوع، بس وين هيك تسويها؟
شفت هاي النقرة الخفيفة ايش قد مهمة؟ هو هذا اللغز الموجود بالعزاف. نرجع نكمل. العفو، جاني اتصال. قلنا هذه وبعد الزعيلان ايش فيه؟ هو هذا الملخص بالزعيلان، وبي هذه. شوف حرف الصول تبقى ضاغط عليه، بس هم راح يطلع مثل اللي انا اعزفه. شوف انا جاي انقر عدو، اصعد عدو همينه، بس هو الدو ما موجود اصلا، انا اصعد عدو. يعني شلون؟ هاي. وبعد ورا ما تخلص هاي عندك هاي هيك تسويها. هاي هم موجودة. هذا الزعيلان، كل ما موجود بالزعيلان هو هذا، ما بي لا زايد ولا ناقص. والدروس الجاية راح على الميمار ولا والله والعباس. الدروس الجاية راح انزل الدروس على ذني، تابعوا يعني. على هاي. وبعد اكو شغلات مثلا العاصر لازم تجين. هاي مالت ماجد، هي زمر بس تقدر تعزف. وبعد هواي شغلات ولوازمهم موجودة. لوازم مثلا عندك هذه، اكو هواي لوازم. هم راح انزل لكم اياها دروس كامل عتشوبي، الزعيلان وغير الزعيلان، الله لا قطعهم. يلا في امان الله.